الحديث موضعه في الصلاة، تشهد، تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمية التعليم أهمية بالغة. تعليم الصلاة، تعليم التشهد، تعليم الاستخارة، تعليم الأكل وأدب الطعام، تعليم الأدب الطعام، كل هذا بأدلة كثيرة. التعليم ويعلمهم كما قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولولا أن الله هيأ هذا التعليم ما زكت الأمة. إنما أنا لكم منزلة الوالد أعلمكم. أدل هذا على أهمية التعليم في كل شيء. علم الإنسان ما لم يعلم، فالله علم عباده وأرسل رسله يعلمون العباد. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ارجعوا إلى قومكم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة ليؤمكم أكبركم وليأذن لكم أحدكم يؤمكم أكبركم، مروهم وعلموهم. فعلم يا أيها المسلم، علم نفسك في كل صغيرة وكبيرة. تعلم، تموت وانت تتعلم. لا غنى للمسلم عن التعلم أبدا، عن التعلم والتعليم. ما علمته علمه، وما لم تعلمه تعلمه. هذا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والذي ما يتعلم يعيش حياة مرة في جميع أحواله ومعاملاته وأقواله ومعتقاده وعباده، يلقى الله عليه غضبان. طلب العلم فريضة على كل مسلم. التعلم اضطرارا، يضطر الإنسان إلى أن يتعلم الذي يهمه دينه ويريد أن يلقى الله عز وجل بدين الحق، يضطر أن يتعلم دين الله. ولا تسمح نفسه أن يهمل بقدر مستطاعه، لا تسمح له نفسه أن يهمل التعلم بقدر مستطاعه، ولا يستنكف عن التعلم إلى أن يلقى الله. علمني يا رسول الله مما علمك الله وأجهله. ليس عيبا أن تتعلم علما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند من هو أرفع منك أو دونك، ولو كنت قد شخت، قد صرت شيخا كبيرا في السن. والله لو كنت على سرير المرض وتعلمت قبل الموت حتى تلقى الله بهذا العلم، أن هذا من الفهم الصحيح. تقول أنا قدني شيبة، شيخ كبير، أتعلم لماذا؟ ما عاد أستطيع أفعل شيء. تعلم من أن تلقى الله عالم هكذا بهذا العلم، تلقى الله وأنت عندك هذا العلم. فإن العالم يبعث يوم القيامة عالم. الزهد في العلم خذيلة. فإذا من الله عليك بصحة إن صرفتها في غير العلم ضاعت وغبنت، وإن صرفتها في العلم النافع دلك على العمل الصالح وربحت. صحة وعافية وفراغ ووقت. بقية المعاني في موضع آخر، لكن هذا قصدنا الآن لفت النظر إلى أهمية التعليم. من رأيته نابغا أو رأيت فيه توسمت فيه نفع علمه. علم الواحد وعلم الاثنين وعلم الأكثر. علم. ما للأمة مخرج من ورطتها من الجهل والشركيات والأفكار الهدامة إلا بالتعلم، تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بالعلم أخذا وعطاء. ولما سلك هذا الأنبياء بأمر الله عز وجل أحيا الله الأمة. وأعظم مخططات الكفار في هذه الآونة لزحزحة هذا العلم تماما وضرب أهله، إخماد أهله وتمزيق جهودهم. ألا لنا إلا الله سبحانه وتعالى نلجأ إليه أن يكفينا شرهم ويبور مكرهم ويهيئ لنا العلم إلى أن نلقاه. هذه مكرمة والله، وإلا فالصوارف كثيرة داخلية وخارجية ومن الشيطان وسائر جنوده. صوارف عن العلم، صوارف عن شيء كبير، عن الحياة الحقيقية. أما تذهب لك لعمل آخر تشترك مع عوام الناس فيه. الآن أنت ميزت، لا يريد لك أعداؤك من الشيطان وجنوده أن تكون مميزا، مميز، اختصصت، اختارك الله وربك يخلق ما يشاء اختار. حافظ على هذا الاختيار واصبر عليه، واصبر نفسك مع أهله، واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والفرق الضالة
جنود الكفار وهم جنود إبليس كلهم أجمعون، جنود الكفار لضرب دين الله عز وجل بداية بالعلم. فرق الضالة لا سيما الروافض لا يحبون من زمان قديم أن تكون عالما، يحبون فقط أن تكون تحت الأقدام، تأتي تقبل الركبة وتحبو إليهم مثلا وتذبح لهم سيدي سيدي، خاصة عندنا في اليمن ما يقولون سيدي، هم يريدون منك ما تكون عزيزا عالما مكرما يعني نافعا لنفسك والمسلمين، لا، خلك تحت بس السيد يغالون فيه ويبالغون فيه، ما يرون إلا أنفسهم لشدة كبرهم. يا أخوان، الذي ما يدعو إلى الرافضة إما جاهل بحالهم وإما ضعيف الغير على الدين. صحيح والله، هدام لدين الله أساسا وراسا، هدام لعقيدة المسلمين، هدام لمكارم المسلمين جملة وتفصيلا، أكبر عملاء لأعداء الإسلام على وجه الأرض، ومنهم الإسماعيلي ومنهم. الشاهد بارك الله فيكم، التعليم له أهميته، لا يغتاظ الشيطان أبدا من 1000 عابد مثل ما يغتاظ من عالم واحد. عالم أشد على الشيطان من 1,000,000 عابد، يلعب به، يلعب بالعابد هكذا وهكذا، تارى غلو تارى مد تارى جزر. لكن العالم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. العالم صمام أمان للأمة، كما يقال صمام وصمام كذا يقولون. وإنما الشاهد من ذلك وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون. والناس لهم ثقة بالعلم، لهم ثقة بأهله، فلهذا يتماسك الناس على الخير ويكرهون الشر. إن الله لا ينتزع العلم من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا هو المراد الآن. فأفتوا بغير أن ضلوا وأضلوا. لا تسود الأمة إلا بما سادت به أولها من العناية بالعلم. وذلل الله عز وجل لها شعوب الكفر والشرك كلها، إن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها. أمة أعزها الله بالإسلام مهما تخلت عنها ذلها الله. هذا الفهم يجب أن يتلقاه كل مسلم، أن يكون في روع كل مسلم ويتربى عليه. فإذا تخلت الأمة عن مثل هذه العلوم والفهوم تخطفتها شياطين الجن والإنس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا